علق علي بن شيخ المحلل الجزائري بقنوات الكأس على قرعة كأس العالم 2026 قائلا: إن مجموعة الجزائر صعبة، خصوصا بتواجد حامل اللقب الأرجنتين. وأضاف علي بن شيخ أن مواجهة الجزائر صعب شوية والنمسا ستكون لأن فيها مواجهة أرجنتين ثأرية، في إشارة إلى وفيها المباراة الشهيرة بين النمسا والأردن. وألمانيا في مونديال احنا المقابلة 1982 اللي راح والتي تسببت نشوفوها في إقصاء الجزائر. لأن صعب شوية لأن فيها أرجنتين وفيها النمسا والأردن. احنا المقابلة اللي راح نشوفوها لأن كاين تاريخ فيها بين النمسا وألمانيا اللي داروا مؤامرة ضد الجزائر، وعلى هذيك المقابلة اللي تغير القانون ولاو يلعبوا نفس الوقت، داروا الطائرة. دونك هذا هو الماتش، المقابلة اللي صعيبة. الأرجنتين صعيبة بيان سير، الأرجنتين سي هو اللي كان فيها ثأر ها؟ والله. الأردن كان فريق قوي. النمسا. كما قال إن مواجهة الأردن ستكون صعبة هي الأخرى، لكن المنتخب الجزائري قادر على تجاوز الدور الثاني إذا قدم مستواه الحقيقي. دونك هذيك مقابلة راح تكون حرب. ليش حرب؟ ترجع إلى أي سنة؟ ذكرني فيها. 82 في اسبانيا. اليوم الأخضر باللومي. الأخضر باللومي ما جاء العصفة هذاك. الله. أنت وين كنت في ذيك الفترة؟ كنت لتما في اسبانيا. كنت معاه في المنتخب؟ نعم. أنا فهمت وين حبيت تروح.